السلام عليكم. ماشي بالبلد قام خطرت في بالي فكرة كتير حلوة. الفكرة هي انه ندور على الرجل الاصفر. يمكن في ناس كتير بتعرفه ويمكن في ناس ما بتعرفه، انا شخصيا ما بعرفه، ما قابلته ولا مرة. وبنكسب الوقت فرد مرة، بناخذ كم مقطع مناطق حلب اللي ما زرناها لسه. بدي منكم الكل يعمل متابعة ويعمل شير لكل الحلبية وتفضلوا معي. طبعا الكل بيعرف مكان العبارة، عبارة اللبس وعبارة القنادر، اكيد بتتذكروها. يا إلهي زمان أنا ما جيت لهون. هاي العبارة كانت هون يبيعوا الأحذية ويبيعوا اللبس. أيام الأعياد هون عم تعج عجب الناس، زحمة. اللي متذكر هيجي مع العبارة. وهي شارع بارون، هذا مطعم كونكورد. طبعا نحن هلا داخلين على عبارة الأكل او عبارة الزمار كانوا يقولوا، او عبارة الكوكتيل، او عبارة اللي بدكم اياها، عبارة الاكل. هي العبارة اللي بيبيعوا فيها الكبة والكوكتيل والسندويش. في محلات كثيرة هون هيك، اكيد الكل بتذكرها. هي محل الزمار. شايفين هالشخصية معلاه؟ والله بده 7 أراجيل. أرجيلة واحدة ما مكفيته، بده 5 أراجيل لسه. ايش رايكم ندخل هذا المحل نشرب لنا كاسة كوكتيل وطني؟ السلام عليكم. شو رايك معلم؟ بدي كاسة كوكتيل شغل ريحة قديمين. امرك ماشي معلم؟ بدي اياها يعني شيء امرك. جاهزين معلم. يلا معلمنا على راسي. بدي اسألك سؤال، الرجل الأصفر وين خرج نلاقيه؟ يا باب الفرج يا بالعزيزية. يا باب الفرج العزيزية. أكثر شيء بتواجهوني. نلاقيه اليوم إذا الله راد. لعيونك. طبعا انا اخترت هذا المحل لاني فعلا ذوق بكل شيء، بكل شيء، حتى بديكور المحل، بكل شيء ذوق ما شاء الله. شوفوا لي على هالكاسه، هاي الامبراطور. طبعا قشطه، تفاح، التويست. يا عين يا عين على الكوكتيل، يا عين يا عين يا عين على الكاسة. عرفتوا هلا وين نحن؟ نحن قريبين على ساعة باب الفرج. ورانا التلل، أكيد بتذكروا التلل. تعالوا نتمشى شوي جوا التلل. هنيك جات الخندق، هي التلل اللي بتذكر هذيك الأيام. أنا بتذكر كان في محل اسمه الطفل الوسيم، الطفل اللي ما بعرف إيش، كانت أمي تشتري منه أغراض. يا الله للي مشتاق، سبحان الله. هسه لحد الآن البسطات مثل ما هي والعالم مثل ما هن. يا الله هاي العب. طيب أنا بصور، حدا انتبه شي على الرجل الأصفر؟ بدنا نلاقيه يا جماعة. طبعا هي ساعة باب الفرج. هو مطعم القمة ومطعم القمة ومطعم أمية، هذول المطاعم. طبعا جينا لهون عشان نبرد على قلبنا. طلعوا كل العالم بتسموها ايس كريم الا عنا اسمها برشاني. برشاني ب 2000، الكورنيل اكسترا ب 3. يا بلاش. الفينات ثلاثات. الفينات معلم. بدي برشاني. والله العظيم ما عم ببالغ، كثير طيبة، كثير طيبة. هون العم بيعرف وين الرجل الأصفر. معلمنا وين الرجل الأصفر؟ الرجل الاصفر بتلاقيه هلا بالعزيزيه. وين بالعزية؟ بالمطعم. عند مين؟ عند عمو بكري. عند بكري. يلا على مطعم بكري، الله يجزيك الخير. يلا وين؟ عند بكري، على محل الاكل، اكل الشوارع حلبي. هاي نحن وصلنا هلا على العزيزية، باتجاه مخفر العزيزية رايحين. بدنا نروح على محل بكري. طبعا وصلنا على محل بكري، قلنا ما بلتقى غير للساعة 10 بالليل، استنونا الساعة 10. السلام عليكم. وصلنا لعند محل بكري، وهي المحل، هي الرجل الأصفر بيرك على الزاوية. تعالوا نحن هلا وصلنا لعند الرجل الأصفر أبو زكور أو ترامب حلب، وهو علم من أعلام حلب. لك على راس عمي أبو زكور. الله يخليك، تسلم لي. وشلونك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله منيح. الله يخليك ونحن محترمك والله يوفقك ويخلي لك هالشاب الحلو.
عمي ابو زكور سؤال صغير، شو صار لك لابس الزي الاصفر؟ صار لي من 83 من 83 يعني شو صار لك تقريبا؟ في حوالي 32 سنة. 32 سنة. عمي ابو زكور انا شايف جوالك اصفر، مسبحتك صفرة، ساعتك صفرة، لك حتى برنيطك الشوارب، يعني ما شاء الله ما عندك شيء لونه غير اصفر؟ بس أصفر بس. كله اصفر، والبيت أصفر. حتى جوات البيت كل شيء عندك اصفر، كاستك كذا المي كله اصفر. طبعا يا جماعه نحن ما عم نلحق ناخذ فيديو، لاني كل لحظه بيجي واحد يتصور مع ابو زكور مع الرجل الاصفر، كل لحظه كل ثانيه بيجي واحد بيتصور. عمي ابو زكور جد نحن بنفتخر فيك وبكبر اسم حلب فيك، يعني ما شاء الله عليك. عمي ابو زكور شو قد عمرك؟ 83. 83 سنه. هلا كم ولد عندك عمي ابو زكور؟ 3. ما شاء الله، الله يخلي لك اياهم يا رب، الله يخلي لك اياهم يا رب يا عمي ابو زكور. ولهون بيكون انتهى الفيديو تبعنا ورحله البحث على ابو زكور الرجل الاصفر تراب حلب. اذا بدكم اي سؤال او اي شيء بدكم بالتعليقات تسالوا لابو زكور مشان نجاوبكم عليها. سلام.